السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا كده وصفة حلوة جميلة. اكيد طبعا كلنا بنحب برام البطاطس في الفرن، وما فيش احلى من اكل الفرن طبعا. إيه، كلنا بنحبه. هنيجي نشوف النهاردة هنعمله ازاي بطريقة سهلة وظريفة وحلوة قوي، وان شاء الله يعجبكم جدا. انا اصلا طبيعتي بعمل دايما صينيه البطاطس ني في ني، بس النهارده يعني حبيت اغير، عامله تجديد بسيط كده في الطريقه وهتعجبكم قوي ان شاء الله، والطعم هيبقى تحفه وبطريقه سهله جدا. هنيجي نشوف طريقه البرام بتاعنا. انا عندي اللحمه مسلوقه على فكره، عندي لحمه مسلوقه اصلا في التلاجة فاستخدمها عادي جدا معايا. عندي صينيه فيها معلقتين زيت ومكعبين زبده، نزلت عليهم بشرايح بصل، نص معلقه توم مفروم، ومعايا معلقه هريسه شطه خضراء. مش عايزه اقول لكم هريسه الفلفل الاخضر ده فظيعه في الاكل ازاي، وطعم حلو جدا، بتغير من طعم الاكل فعلا جدا. هناخدهم تشويحه مع بعض، مش هحمرهم قوي. هنزل بصلصه الطماطم بتاعتي. عندي توابل، ملح وفلفل، 7 بهارات، شويه كاري، وبصل بودر وتوم بودر. هنزل على البطاطس او على الصلصة بتاعتنا بالتوابل، واقلبها اسيبها تاخد غلوة كده بس مع بعضها. وبعد كده هنزل بالبطاطس، بشرايح البطاطس بتاعتي، عايزينها بقى مكعبات، عايزينها اصابع، براحتكم يعني، التقطيعة دي بتاعتكم انتوا بقى. هسيبها تاخد مع بعضها كده غلوتين 3، يعني تكون لسه يعني يا دوبك تبقى هتبدأ تدخل في السوا، مش تسوية كاملة. وبعد كده هحطها في البرام. انا حطيت اللحمة في ارضية البرام عشان مش عايزاها ناشفة، عايزينها محمرة وناشفة هنحطها على وش البرام من فوق. ونزلت بالبطاطس والصلصة بتاعتها بقى، وهندخلها الفرن وهنشوف شكل البرام لما يطلع. ان شاء الله شكله تحفة، حكاية فعلا يعني. والطعم كان خطير، طعم الكاري. انا بستخدم كاري بتاع مهران، اللي هو مش مصري بس فظيع بصراحة. وبقى موجود في مصر حاليا، ومعاه هريسة الشطة، فمش عايزة اقول لكم كان عامل طعم فظيع للبرام. وده شكل البرام بتاعنا. يا ريت تجربوه بطريقة سهلة وبسيطة، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم بيفرحني وبيسعدني. ويا ريت اللي يشترك في قناتي ده شرف ليا طبعا، وينور القناة كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.